تحط ميه خضراء لعربيتك ولا ميه عاديه؟ وهي الميه الخضراء اصلا لازمتها ايه؟ وازاي تفرق ما بين الميه الخضراء النظيفه والميه الخضراء المضروبه اللي بتبقى واخده لونه خلاص؟ مبدئيا الميه الخضراء ما فيهاش املاح معدنيه ولا شوائب، عشان كده بتحافظ على عمر الموتور بتاع عربيتك. ده غير ان الميه الخضراء النظيفه بيبقى فيها عدد من المكونات اللي بتمنع ان العربيه تصدي او الرادياتير يصدي، بتمنع تاكل الموتور واجزاء الموتور والرادياتير. طبعا درجه الغليان بتاعتها بتوصل ل 120 درجه مئويه و135 درجه مئويه، ودرجه التجميد نفس الكلام برضه. نيجي بقى للجزء المهم، وهو ازاي تفرق ما بين الميه الخضراء النظيفه والميه الخضراء المضروبه اللي بتبقى واخده لونه خلاص. الخضراء المضروبه لو حطيتها في الفريزر هتبقى زيها زي الميه العاديه، زي دي كده. دي في الفريزر بقى لها بتاع 4 5 ايام. حجر، بص، حجر حجر. الميه الخضراء المضروبه اللي واخده لون بس لو حطيتها في الفريزر هتبقى متجمده زي كده، مهما سبتها في الفريزر هتبقى متجمده. الميه الخضراء بقى اللي نضيفه نوعا ما بتبقى زي كده مرمله اهي، بص. دي بقى لها اسبوع في الفريزر، مرمله، ما بتتجمدش، ما بتوصلش مرحله التجميد، بترمل. وعلى فكره دي برده مش انضف حاجه، اكيد طبعا في انواع انضف من كده بكتير، بس دي معنى ان هي ما اتجمدتش ووصلت لمرحله ان هي تبقى مرمله كده، مع انها اتسابت في الفريزر اكتر من 4 ايام، فمعنى كده انها ميه نظيفه. تمام. في انضف من كده، بس الميه دي برده نوعها كويس. وعلى فكره الميه دي سعرها رخيص ب 350 جنيه، ولو عايز تعرف نوعها سيب لي كومنت واعمل لي لايك ومتابعه.